يعني ممنوع انه يطلع على هذا الخط اليسار، ممنوع ممنوع ممنوع. المشكلة بس بإيدي درجة الحرارة 5. وصلنا أنقرة، وصلت إلى اسطنبول. وبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا بعد زمان عن هاتاي، عن جواد، وعن الطلعات. يمكن آخر رايد طلعته كان بشهر 11 أو 12 السنة الماضية، تقريبا حوالي 11 شهر صار، لما اجى لعندي كابتن أحمد حمدان من الأردن الله يحييه. بعدين بسبب الشغل والظروف وانشغلت كتير وصار مشاكل وهيك فما طلعت أبدا. على العموم أنا امبارحة وصلت على هاتاي. جواد شحنته قبل شهر او اكثر، يمكن عملت له شويه صيانه هون، عملت صيانه باسطنبول وخربوا لي الموتور والف قصه صارت. الصيانه اللي عملتها باسطنبول رجعت عملتها هون، ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني كلياته نصيب. ما كان إلي نصيب هذا الصيف انه اطلع اي رحله، لسه في شغلات كمان اكسسوارات وكذا بدي احطها على الجواد. نازل عند ابو يحيى على انطاكيا، صار له ايام زمان كان كل ما مليت يلا رايح عند ابو يحيى انطاكيا نطلع لنا رايد كذا. هلا انا الخطه انه يجي اخذ جواد واطلع على اسطنبول. بالاساس صار عندي هاي المشاكل بالدراجه بسبب انه وقفت وقت طويل. هون لسه الجو شوب، لسه صيف، اما باسطنبول لا الجو بارد، يعني ما كتير صار في عندك هذا المجال انك تطلع وتخيم وكذا، يعني الجو بارد وامطار. اهلا وسهلا فيكم في هاتاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت ابو يحيى والشباب، قعدت شوي عندهم. صار زمان عن هيك، عن الجاي عن انطاكيا والاعداد هي هون عند ابو يحيى. اليوم طلع هيك بس تغيير جو، ما في اي شيء. سبحان الله، انطاكيا لها هيك شعور خاص. اسطنبول لا، ماني من الناس اللي بتحب اسطنبول، ولكن بحكم شغلي وهيك فقاعد باسطنبول. المفروض يعني بعد بكره ان شاء الله يكونوا وصلوا كل الاغراض الموصى عليها من النت، ركبها وتوكل على الله. بعدين اطلع على اسطنبول بهذا الموتور او رح خليه هون وروح، هذا الشيء لسه ما قررته. بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله من جديد. الفيديو كان كتير ملخبط. الساعة 1 إلا 10، 2 إلا 10 عفوا. طلعت من الريحانية الوجهة اسطنبول بإذن الله. هل هو راح كمل اليوم على اسطنبول او انه نام بأنقرة؟ ما بعرف، لانه انا كنت ناوي اساس اطلع الساعة بالتسعة 10 بس ما فقت للظهر. المسافة عنا 1200 وشوي. جو هون شوب، بس قطعنا قضنا واخذنا طريق الشمال من بوزنطي، بتبلش تخف درجة الحرارة. انا ما عندي مشكلة بسوق بالليل، الاجواء هنيك كتير باردة، فممكن بالليل يكون برد لدرجة انه ما اقدر سوق. هاي اول محطة بعد الريحانية. انا مشيت لحد هلا 120 كيلو. السماعة يلي بقلب الخوذة جاي على حرف اذني من فوق مكانها موصح، فتعبتني كتير. تخلي وقف عدلها واشرب لي شي بارد لانه الجو حر. حاليا هلا دخلت أضنا، في شوية زحمة بس مو كتير. من لما فكرت اني راح اطلع بالموتور على اسطنبول، الطريق كله بالنسبة إلي بكفي وأضنا بكفي. شوب مو طبيعي. صارت الساعة 4 بس أخذت طريق بوزنطي، خلص الأجواء بتتعدل بشكل كامل. يا رب بسم الله. تعدل الجو شوي. صارت الساعة تقريبا 5، صار شي 40 دقيقة واقف. أبي بنزين وامشي، الله يسهل يا رب بسم الله. باي باي أضنا، باي باي مناطق الجنوب، مناطق الشوق. إن شاء الله بنيجي بالربيع تكون الأجواء حلوة. هيك أخذنا طريق أنقرة. بالنسبة للبرد مو مشكلة، مع البدلة حاسب حسابي. كان برد كتير مثل ما قلت لكم، حطيت ونمت. بس ما يجينا شي عاصفة مطر كله هين. الله ييسر دربنا ان شاء الله، ما بيصير معنا اي مشاكل على الطريق. يا حالات المنطقة، يا حالات الجو. والله صار زمان
زمان زمان عن هاي المناطق، زمان عن بوزن الهواء صار بارد هون. صار مشيت 265 كيلومتر لحد هلا ما حسيت بأي تعب، يعني أجواء روعة روعة. هلا الشيء الوحيد البشع بوزنطي، طريق بوزنطي التريلات. هلا بشوف ماشيين اثنين. روح خيي روح روح، بدك روح لك عمر. اوبا اعطاني طريق، شكرا كثير لك. ولا انا بالاول هديت عشان اعطي طريق، لا شوف اثنين، قبل شوي كانوا ثلاثة يعني مسكرين الطريق بالكامل. يعني اذا كنت انت السيارة او موتور ولا شو ما كنت، خلص مسكرين عليك الطريق وطلعة. والخط اليمين بيكون ماشي 20. في سيارات بتكون محملة حمولة ثقيلة، بتكون سرعتها ماشي ممكن 20 او حتى اقل على الخط اليمين. خط النص 50 60، اليسار كمان نفس الشيء. فتخيل انت بتطالع بطلعه وقاعد عم تستنى لحتى يدوب لبعض، وهن فرق السرعه بيناتهم عم بيكون 4 5 ماكسيمو 10 فرق السرعه بيناتهم. يعني بتمشي مسافه منيحه لحتى يعطوك طريق وتطلع. هذه اكثر شغله مزعجه بهذا الطريق، طريق بوزنطي. ولا حد صورهم، بس صارنا من اول نزله هلا ثلاثة عم يمشوا تريلات، ثلاثة مع انه ممنوع انه يطلعوا على هذا الخط اليسار، ممنوع. طلعت هذا الجاكيت السميك البسه. صرت انا بعد بوزنطي، مثل ما شايفين الجو شكله انه ماطر والله، بس ما مبين علي لقدام لانه جبال قدامي، فما مبين علي لقدام كيف راح يكون الجو. على العموم صار برد مو طبيعي، وعلقت الكاميرا بعد ما قطعت بوزنطي. كان هوا بوزنطي كتير، يعني حتى الموتور حركته صارت ثقيلة. البس هذا الجاكيت هاد ونتوكل على الله. وقفت عبيت بنزين، كنت مضفي الكاميرا. الجو مقبول، مو كتير برد، بس الطريق فاضي كله ملل. عموم هاي الكشافات الجديدة كبيرة، حطينا إضاءة هون بالغمازات، إضاءة تحت، إضاءة هون ورا، هون. طبعا هذا الشغل كله شغل أخوه زكريا، الله يسلم إيديه. هلا نتوكل على الله ونكمل طريقنا بقى. مشيت تقريبا 450 وباقي شي 230 لأضنة، عفوا لأنقرة. شوف الطريق شلون فاضي، ما عليه حركة، يعني حركة السيارات عليه كتير خفيفة. داس 140. شوف هيك وضع الطريق، شايفين؟ قدامي السيارة، وراي ما مبين بعيد السيارات، والشكل شوي بتمر سيارة سيارتين، وهيك باقي شي 200 كيلو أو أقل حتى وصل أنقرة. هذا الطريق ملل. راح أوقف على هاي المحطة أعبي بنزين ارتاح شوي. أنا مشيت 160 كيلو متر من آخر محطة وقفت عليها لحد هلا. كمان ناخذ لنا قهوة شي نشربه. وصلنا أنقرة ولله الحمد. بناخذ طريق الدائري تبع أنقرة من جهة الغرب، يعني من غرب المدينة، ونتجه باتجاه اسطنبول. باقي حوالي 470 480 كيلو حتى اوصل ان شاء الله. ما بعرف اذا على الكاميرا مبين، بس في ضباب من كتر البرد. اصابع ايدي هن يلي بردوا كل جسمي. اصابع ايدي يعني حتى حسيتهم يبسوا على شو اسمه، على المسكة. وين رايح انا كمان؟ ومن هون الحمد لله انه الله لهمني وطلعت من اسطنبول جيب معي الكفوف الكاملين. طبعا هن مو كتير سماك، بس انه يعني ارحم من هدول. 300 كيلومتر عن اسطنبول، خلي ادوب في حالي بعدين بعبي بنزين. انا صرت جهات بولو. الجو بارد بشكل مو طبيعي. المشكلة بس بايدي، درجة الحرارة 5. الحمد لله قطعت بولو، قطعت سقاريا. فإن شاء الله ساعة وبوصل. كان ضباب حتى ازاز من الضباب، ازازة الخوذة والازاز هذا كله تعبوا مي.
من كتر ما كان ضباب بعد ما طلعت من بولو. الحمد لله رب العالمين وصلت الى اسطنبول ولله الحمد بعد سفرة حوالي 1200 كيلومتر. الساعة 3 الفجر هلا، والله تأخرت، لسه في شي 10 كيلومتر من هون للبيت. المشكلة انه بالموتور لما توقف تطول على ما تشلح الخوذة وترجع تلبس وهيك، فبتطول اكثر من لما تكون بالسيارة بالوقفة. انا حط ببالي اني انا راجع اسطنبول، منها اطلع على الانيا، بعدين على انطاليا، بعدين اجي لهون، بس الظروف ما سمحت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حياكم الله جميعا، في امان الله.